دوزة بسي. أكثر الناس اللي يعانون من الرهاب الاجتماعي اكتسبوه كي كانوا صغار، لأنه الوالدين هما الأولين المسؤولين على الصحة النفسية تاع ولادهم. مثلا نلقاو الدراري اللي يكونوا حساسين بزاف ويحشموا بزاف ويدوا وقت كبير باش يتأقلموا، حتى مع الدراري اللي يكونوا قدهم في اللاج، هادو ما راح تكون عندهم بنسبة كبيرة رهاب اجتماعي مع الوقت، بيان سور إذا ما كانش وعي من طرف الأولياء، يعني لازم لهم تريتمون من يكونوا صغار. كاين تانيك دراري تكون عندهم بنية جسمانية ضعيفة، يعني يجوا قليل في الصحة، هذا الشيء راح يأثر على ثقتهم بنفسهم وراح يخلي عندهم رهاب اجتماعي مع الوقت. وكاين تانيك دراري تكون عندهم اضطراب في النطق كيما التعتعة، وهذا الشيء راح يسبب لنا إحراج ويخليهم بالعقل يجبدوا روحهم على التجمعات. ومن جانب آخر كاين تانيك اللي يتعرضوا إلى صدمات نفسية ولا تعنيف أسري، هذا الشيء كامل خلى عندهم رهاب اجتماعي. دوكا راح نهضروا شوية على الرهاب الاجتماعي. وشنو هو الرهاب الاجتماعي؟ الرهاب الاجتماعي هو حالة خوف غير طبيعية تخلي صدرك يتزير، قلبك يخبط، تحس بالرعشة، تولي تعرق بزاف، الاستوما تاعك تانك تتزير وتوجعك، كان بزاف اللي يدوخو، كان بزاف حتى وين يردوا حاشاكم. You're right. Are you shaking? I'm really nervous, yeah. Sorry. It's all